أن تربح قلب فتاة ليس بالأمر السهل، لذا سنعلمك اليوم كيف تفعل ذلك من أول مرة، فربما تكون هي المعجبة بك. لذلك سنعلمك أيضا كيف تعرف ذلك، ولكن احترس، فقد تكون معجبة بك كصديق فقط. أغلب الفتيات ينجذبن إلى المظهر الخارجي للرجل من الملابس والذقن ونظافة الأسنان أو ربما من عطر، ولكن إذا كنت من الذين لا يهتمون بمظهرهم الخارجي ننصحك بأن تعدل من ذلك. ومن نصائح الملابس أيضا، فالفتيات لا ينجذبن إلى شخص ملابسه تشبه ملابس السيدات، فإذا رأيت فتاة معجبة بشخص ملابسه هكذا فتيقن من أنها تحب الفتيات وليس الرجال. أما إذا كنت ثريا فلا تقلق، فأنت لست بحاجة لأي شيء إضافي لتجذب أي فتاة لك. أما إذا كان الأمر بينكما تخطى حد النظرات وبدأتم في الكلام فهذا مؤشر جيد، ولكن خذ حذرك، فالفتيات تحب الرجل المرح واللبق الحديث، فحاول قدر الإمكان أن تظهر لها مواهبك، ولكن لا تكذب في هذا. فإذا كنت من محبي الموسيقى والعزف فحدثها عن مدى حبك لهذا الشيء، وأثناء الحديث لا تجعلها تشعر بأنك شخص تافه ليس له أي هدف. النقطة الأهم في هذا الموضوع هي كيفية إرضاء الفتاة، فإذا كانت أول مقابلة بينكما فلا تحاول أن تفرض رأيك فيها، بل اجعلها للابتسامات والنظرات، ويجب أن تحب كل ما تحبه الفتاة في هذه اللحظة، فلا تقل على شيء هي تحبه إنه سيء. أما في اللقاء الثاني فيمكنك أن تظهر رأيك وتختلف في الرأي إذا أردت ذلك، ولكن تجنب الحديث في الأمور السياسية وغيرها من الموضوعات الشائكة، فإذا فعلت ذلك وتحدثت ثق أن الحديث لن يستمر كثيرا. أما إذا كنت من محبي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ننصحك بعدم لمس هاتفك إذا كنت تتحدث مع فتاة، فإنها ستظن أنك غير مهتم بها وبحديثها. وإذا كنت من الأشخاص الذين يعجبون بالفتيات من خلال صورهم على الإنترنت فلا تقلق، فأنت شخص طبيعي، ولكن قبل أن تنجذب إليها من صورتها الصامتة التي لا تخبرك بأي شيء سوى مستوى جمالها الخارجي، فعليك أن ترى اهتماماتها وما تحبه وما تكرهه. فإذا كانت اهتماماتها تعجبك فلا تتردد في التحدث معها، ولكن لا تجعل الحديث وكأنه تحقيق في قسم الشرطة، أنت تسأل وهي تجيب. وعليك أيضا أن تتجنب الأخطاء الإملائية، فهي ليست مضطرة لأن تحل ألغاز كتاباتك، فربما لن تصمد كثيرا أمام هذه الأخطاء وتتجنب الرد على رسائلك. نصيحتنا الأخيرة لك هي أن تكون مرحا مع الفتاة، فالفتيات يرون أن الرجل المرح رجل ذكي وقادر على أن يسعدها طيلة الوقت، ولكن لا تنسى أن تشعرها بالأمان وأنك مستعد للقتال من أجلها إذا تطلب الأمر. أما إذا صارحت فتاة بحبك لها وقالت إنها لا تريد ذلك وتريد أن تظل أصدقاء فقط فلا تقلق، فمع مرور الوقت سيتطور الأمر بينكما للحب، ولكن عليك أن تطبق جميع تلك النصائح السابقة.